بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل رز الصياديه ونعمل كمان تتبيله السمك. وقبل ما ابدا الفيديو اشكر من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتدعم القناه وربنا يوفق الجميع. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. بصي يا ستي، انا جبت نص كيلو رز، بصلايه متوسطه ماشي، وحطيت عليها رشه سكر، ودلوقتي هشغل عليها النار ماشي واقلب. مع دي تتبيله السمك بقى، انا جايبه فلفل وجايبه بصلايه وثوم، هقشر الحاجات دي واغسلها واعملها في الكبه. انا بصوا هقلب كده البصلايه، حطيت طبعا السمنه والزيت لغايه ما البصله تتحمر ونيجي مع بعض ماشي. بصوا هي البصله بتاعت الرز بتبقى محمره قوي يعني ماشي، مش محروقه، محمره شويه يعني. نحط بقى الرز ماشي كده نقلبه ونيجي مع بعض. نحط الميه، هنحط الملح واحط برده شويه توابل واوطي عليه ويستوي بايه براحته. الثوم والبصله والفلفل، وحطيت كمان التوابل، حطيت كمون وكزبره وملح وشطه وريحه فلفل اسود وطحنتهم. وهنحط بقى عليهم بقى الليمون ماشي وريحه خل. يا جماعه ادي السمك اهو ما شاء الله. بصوا نضيف ازاي حلو ما شاء الله. هناخد بقى التتبيله كده وايه، طبعا انا بقول للبنات المبتدئين ما شاء الله كلنا شاطرين، ونمسك كده برضو ايه، نمسح ورا ايه على الظهر كده ماشي. لازم تنضفوا يا جماعه السمك كويس جدا عشان تعرفوا تاكلوه ماشي. هنخلص بقى ونيجي ايه نحمر مع بعض بقى ايه السمك، نقليه بقى كده ماشي. هنخلص ونيجي مع بعض. مع الرز ما شاء الله شايفين انا طبعا موطيه عليه خالص ماشي. هنقلب بقى كده برضه خليه ايه على النار ماشي. جماعه الرز اهو ما شاء الله، بس شكله عامل ازاي ولونه. وادي السمك ما شاء الله، ده المشوي ماشي، وده سامعين بألف هنا وشفا.